السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم باش نصنعوا مع بعضنا دي فون دو تارت في تحضيرات الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، ومن بعد باش نستعملوهم للحلو وللمالح. باش نصنعوا لي فون دو تارت هذوما من غير لا زبده لا مرجرين، باش نستعملوا فقط زيت نباتي. خذيت نصف كاس زيت، نصف كاس ماء، مغرفه صغيره خميره مرطبات، خميرة كيميائية، ومغرفة صغيرة ملح باش تعدل المذاق. ومن بعديكا باش نزيدهم الفارينة. كل فارينة قداش تشرب، نزيد بشوية بشوية الفارينة ونلم العجينة، نلمها لمان، ما نحبش نعجنها باش ما تخرجش هيك الجلوتان تاعها. به تو كيف ما تشوفوا هكايا قاعدة نلم فيها العجينة كيما تراو هكايا بشوية بشوية حتى هي العجينة ماهيش باش ما تشدش، معناها ما هي عجينة يابسة سمحة كيف ما هكاكا. تو باش نحطها في ساشي ونخليها لمدة 20 دقيقة، باش من بعد تعطيني الطوا في الحلة. بعد 20 دقيقة تويكا باش نحلها على البلان دو ترافاي متاعنا من غير لا زيت ولا فارينة، خاطر هي بطبيعتها احنا تو باش نشوفوها كيفاش قرت زيتها. ما شاء الله كيما تشوفوها قرت زيتها وما تتلصقش بالكل. تو باش نحلو العجينة متاعنا بالقلقال، ومن بعديكا باش ناخذو كاس ونبداو ولا اي مول تنجمو هكايا تستعملوها، ونبداو نقصو دوائر دوائر. ومن بعديكا ناخذو هكا الليمون الحديد هكوما القصديرية، ونبدا نحط فيهم الفون دو تارت، هذه العجينة متاعنا باش نتحصلوا على لي فون دو تارت متاعنا، لي تارتولات. في المرحلة هذه إذا أنتم ما تحبوا تطيبوها تنجموا تحطوا فيها العجينة، نقصد الحشوة المالحة وتطيبوها كيما هكاكا، وإلا مش طيبوها فارغة كيما احنا توكا باش نعملوها باش نخزنوها. دونك باش نحلوها كيما هكاكا بصبعنا بشوية بشوية. تنجم تعملها عالية كيما تنجم تعملها واطية كيف ما أنا ما نحبش نعمل. بعد تنقبها بالطبيعة بالفرشيطة ملوطة، ومن بعد كان ندخلوها للفرن لمدة 10 دقائق على فرن 200 درجة حتى لين يطيب شوية كيف ما هكا. ومن بعد هي تيبس، راهو في الأول ما تبداش يابسة، من بعد بشوية بشوية تيبس. أي كل عام وانتم بخير.